هلا وهلا. طبقنا اليوم طبق مميز جدا، هو مقلوبة اللحم. طبعا بهواي مكونات، عندي لحم وخضروات، تمن، بهارات، وهذا معجون الطماطة للتمن. راح نشوفها خطوة بخطوة. أول شي أنا أسوي للحم دائما أغير لونه. اللحم عندي هنا قطعة متوسطة وياها عظم، حطيت لها أني ملح ومي، ورق الغار، وش كم حبة من حبات الهيل، وهذا اختياري. 15 دقايق بس أوخر هاي الرغوة اللي تطلع لي، وبعدين أبدي أحمس اللحم. حطيت دهن حر وبصل مقطعته شرائح راح أحمسه. من يتغير لونه أضيف له قطع اللحم ورا ما صفيتها من المي، وخلي عليه البهارات. حاطة أني هواي بهارات، كلها كاتبتها أسفل الفيديو. اللحم بالبداية أني عفته فترة 10 دقايق بدون مي، بعدين يلا ضفت له المي، مي يغطيه، وراح أخليه على نار عالية. راح أبدي بالخضروات. الباذنجان قشرته بهالطريقة وراح أقطعه. القطع عندي بالمقلوبة كلها أسويها قطع رفيعة، باذنجان، بوتيتو، بصل، كل الأشياء اللي راح أستخدمها. ورا ما أقطع كل شي راح أبدي أقلي. طبعا الزيت راح أخلي هواي زيت، بس رشيت له رشة ملح. الملح حتى الباذنجان ما يشرب زيت، مو بس الباذنجان، يعني كل شي ما راح يصير بيه زيت هواية إذا خليته شوية ملح للزيت. شوف الزيت كميته مثل ما هي، ما نقصت. راح أقلي بيه كل شي. قبل لا أقلي البصل أنا راح أشيل شوية من الزيت، لأن البصل ما يحتاج زيت هواي، وراح أكمل باقي الخضروات. نستمر نقلي بصل، بعدين الفلفل والطماطة. طبعا أنا بهالأثناء اللحم دا يستوي على النار. اللحم أخذ مني 45 دقيقة على نار عالية، وبعدين نصيت النار وخليته بعد 45 دقيقة، يعني ساعة ونص بالتمام أخذ اللحم حتى يستوي. وطبعا هذا حسب الطباخ مالتكم. وهيجي صار شكله، ومي اللحم لو وياه صار كلش تخين. أنا راح أطبخ التمن بمي اللحم. هذا جدر اللحم مثل ما هو أنا استخدمته، بس فرغت اللحم والمي وخليت التمن 3 أكواب من أكواب القياس. فخليت له كوب من مي اللحم اللي بقى، وكوبين مي عادي حليت بيهم معجون الطماطة. طبعا كمية معجون الطماطة حسب انتو اللون شلون تحبوا، إذا طوخ أو فاتح. وبس زودت عليه ملح. طبعا التمن من البداية على نار عالية، من ينشف مية نص النار ياخذ مني تقريبا 20 دقيقة حتى يستوي. كل المكونات صارت عندي جاهزة. هسه أبدي أسوي الطبقات. طبعا حسب حجم الجدر اللي عندي أحاول أسوي الطبقات كاملة، لا تحطون أي دهن لأنه كل شي بيدهن وراح ينزل بعدين. راح أخلي البوتيتو والباذنجان بنفس الطبقة، بس كل واحد باتجاه. هسه من نقلب الجدر شوفوا شكلهم شلون راح يصير. راح أخلي عليهم التمن وارجعهم على الطباخ لفترة 10 دقائق على نار ناصية. إذا حابين تنزل المقلوبة عندكم قالب كامل، ورا ما تخلون التمن بإيديكم ضغطوا عليه من فوق، كبسوه. وإذا عندكم ماعون أو أي شي تثقلون بيه خلوه على التمن. وهسه صارت عندي جاهزة، بس أقلبها. وهيجي صار شكلها لوحة فنية. الشكل يخبل والطعم كان مو طبيعي. جربوها والعافية مقدما.